ليه الناس بتشتكي انه التسليمات متاخره؟ يعني انا حتى في ناس بتبعت لي تقول لي انا مقدم في الاعلام مش عارف الفلاني ولسه ما استلمتش، وقدم في الاعلام الفلاني ولسه ما استلمتش. ليه؟ دي حقيقه في تاخير في الاستلامات، وتحديدا في اللي هو كان اللي انا ابتديت فيه اللي هو سكن كل المصريين واحد، اللي هو الاعلان ال 14. هو قدم عليه حوالي تقريبا من 200 ل 250 الف واحد في اعلان. فطبعا كان ساعتها لسه المبادره في اولها، مبادره سكن كل المصريين، فكان كل اللي بيقدم بتوجيهات من السيد الرئيس ان كله ياخد. الموضوع دلوقتي بقى اقل، دلوقتي بقى في يعني هو كده الاولويات ليها اولوياته بتبقى مكتوبه في كراسه الشروط. الاستيعاب كان كامل. عمر الاسكان ما حددت عدد وحدات غير في الطرح الاخير سكن كل المصريين 5. كان يقول لك الاعلان نزل في مدينه 1 و2 و3، الشقه بكده بكده بكده، الشروط 1 2 3، لا عدد شقق، يعني مفيش ليميتد للاعداد، فممكن يقدم اي حد طول ما ينطبق الشروط ياخد شقه. ده حتى السيد الرئيس كان طلع في اللقاءات اللي هو المؤتمرات اتكلم عن الموضوع وقال كل اللي يقدم ياخد شقه. فده كان النهج الاولاني. بدا الموضوع يصعب سنه سنه، لوصلنا لدرجه انه دلوقتي بيتحدد عدد الشقق بالشقه شقه شقه.